السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان. والبدء بأهم العناوين. وزارة الصحة تطلق خطة خماسية صحية. سيمينار تنوير لمدراء الضواحي ولجان القرى الجدد في قنداع. أسبوع طلابي تعليمي ثقافي في عصب. الاتحاد الأوروبي يضع استراتيجية ما بعد انتهاء كورونا. مقتل 8 في اشتباكات بمصنع للأسمنت وسط المكسيك. إقلاع مركبة تابعة لشركة سبيس إكس حاملة طاقما جديدا. من العناوين إلى التفاصيل. أطلقت وزارة الصحة خطة استراتيجية خماسية للتنفيذ تتضمن 4 وثائق رسمية في مراسيم جرت اليوم 28 من أبريل في فندق أسمر بلاس بحضور ممثلي الجهات المعنية ومسؤولي منظمات الأمم المتحدة في إريتريا. وتشمل الخطط التي تخدم منها عام 2022 وحتى 2026 الخطة الاستراتيجية الثالثة لتطوير قطاع الصحة وحزمة مقترحات الرعاية الصحية الأساسية في إريتريا، ووثيقة متابعة وتقييم تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثالثة لتطوير قطاع الصحة، وكذلك الخطة الوطنية لتنفيذ ضمان الخدمات الصحية في إريتريا. وقالت وزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين في الكلمة التي ألقتها أن السياسة الصحية لإريتريا التي تضع في الاعتبار راهن الوضع الصحي والوطني والإقليمي والعالمي تعكس العهد القوي لضمان صحة المواطنين في إريتريا، موضحة بأن أهم الوثائق للخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الصحة الموضوعة للتنفيذ تعتبر أداة هامة لتحقيق رغبة وطموح الحكومة الإريترية في قطاع الصحة. وذكرت تحقيق إريتريا تطورا ملحوظا في قطاع الصحة نتيجة الجهود الجادة التي بذلتها منذ العام 1991، مشيرة إلى خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة ب75% ووفيات الأمهات ب82%، ويعتبر ذلك الرقم المسجل الأفضل في الدول النامية. وقال أن الخطة الاستراتيجية الثلاثية لتطوير قطاع الصحة التي تخدم ل5 سنوات ستعمل لإسراع تنفيذ أولويات قطاع الصحة والإسهام الكبير لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع المساواة والعدالة الاجتماعية. وأوضح مسؤول السياسات والتخطيط في وزارة الصحة السيد تولي يوهانس لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أن الهدف تعريف جميع شركاء العمل بالخطة الخماسية المعدة تماشيا مع التنمية المستدامة، وسيكون لها دورا كبيرا لنماء قطاع الصحة عامة. من جانبه أوضح المدير العام لقسم السياسات والتخطيط وتنمية القدرات البشرية دكتور برهان دوبرو أن وزارة الصحة تضع كل 5 سنوات الخطة الخماسية، وقد عدت الخطة الحالية بتقييم الخطط السابقة. وذكر المدير العام لقسم الصحة العامة الدكتور عن برهان تسفاسين أن الخطة الاستراتيجية مساعدة لضمان الخدمات الصحية الأساسية والرعاية الصحية، وأن الوثيقة المجهزة للتنفيذ تكون رائدة للبرامج المنفذة. عقد سيمينار تنويري لمدراء الضواحي ولجان القرى المنتخبون حديثا في مديرية قنداع حول الإدارة والتوثيق وتنفيذ البرامج. وشكر مدير المديرية سيد عمر يحيى المدراء السابقين لتفانيهم في العمل، داعيا إليهم لنقل خبراتهم للمدراء الجدد والعمل النشط لإنجاح برامج التنمية. وأكد مدراء الضواحي ولجان القرى على الاستعداد لخدمة متفانية لناخبيهم، وسيعملون لتعطير الشباب وحراسة القطاع النباتي. وقدموا مقترحات لتقوية حراسة المحميات وتعزيز المشاركة في برامج محو الأمية وإصحاح البيئة.
نظم في مدينة عصب أسبوع الطلاب التعليمي الثقافي، وتضمن الأسبوع مناقشة تقييم العملية التعليمية في جميع المراحل التعليمية وخاصة الصف الثامن. وأوضح مدير مدرسة محمد عمر هيكيتو المتوسط الأستاذ شيشاير أسوم أن الجهود تبذل من المعلمين لتحسين نتائج الطلاب في امتحانات الشهادة المتوسطة للصف الثامن. وقدمت في ختام الأسبوع جوائز للفائزين في مختلف المنافسات الأسبوع. نظم مكتب الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم القاشباركا نفيرا تنمويا يوم 27 من إبريل بمناسبة الأول من مايو اليوم العالمي للعمال. وأوضح مسؤول المكتب السيد عبد صالح أن النفير يأتي لعكس يوم العمال وترسيخ ثقافة العمل. شارك في النفير عمال مختلف مؤسسات الحكومية واشتمل على رعاية الأشجار ونظافة البيئة. وأوضح المشاركون في النفير أنه يساهم إلى جانب التأثير على البيئة نقل ثقافة العمل المشترك في الشباب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن التكتل الذي يضم 27 دولة يحتاج إلى مواصلة التركيز على حملات التلقيح وإجراء اختبارات كوفيد والمراقبة خلال خروجهم من المرحلة الحادة من وباء كوفيد 19. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيل فون دير لاين في بيان: نحن ندخل مرحلة جديدة من الوباء بينما ننتقل من حالة الطوارئ إلى إدارة أكثر استدامة لكوفيد 19، لكن مع ذلك يجب أن نبقى متيقظين. وأعلنت بروكسل أن الدول التكتل يجب أن تستغل المستويات المنخفضة للإصابات حاليا لتعزيز المراقبة وأنظمة الرعاية الصحية قبل موجة جديدة محتملة للخريف المقبل، موصية بزيادة الجرعات المعززة وتعقب السلالات لاكتشاف المتحورات الجديدة. وشهد الخريف الماضي تخفيف القيود المتعلقة بكوفيد أو خفضها بالكامل في جميع دول التكتل، الذي رفع إنتاجه من اللقاحات إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات جرعة سنويا. وأكدت المفوضية أنها تريد الحفاظ على دور التكتل كقوة رئيسية لإنتاج اللقاحات على المدى الطويل للمساعدة في مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية. لقى 8 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 11 آخرون أثر اشتباك مجموعات متنافسة من العمال في مصنع للأسمنت بولاية هيدروغ وسط المكسيك. وقال حاكم الولاية أنه يدين بشدة العنف الذي وقع في مصنع كروز أوزيل التعاوني للأسمنت في بلدة توال. وأوضحت هيئة السلام العامة في ولاية هيدروغ في بيان أن مكالمات الطوارئ وردت من مصنع على بعد 95 كيلومتر شمال مكسيكو سيتي. ودمرت منشآت كما دمرت مركبات، وحددت السلطات المتورطين بأنهم مجموعتان من الأشخاص، لكن وسائل إعلام محلية قالت أن الاشتباك على صلة بنزاع طويل على القيادة في المصنع الوطني. أغلقت مركبة جديدة تابعة لشركة سبيس إكس حاملة بعثة من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما كانت مركبة أخرى تابعة لشركة إيلون ماسك تضم رجال أعمال حطت بحر قبال شواطئ فلوريدا.
وأقلعت البعثة التي أطلقت عليها تسمية كرو 4 من مركز كندي للفضاء، وتضم الأمريكيين كيجل لاندوغرون وبوب هينز وجيسيكا واتكينز، بالإضافة إلى الإيطالية سيمنتيا كروستوفيت من وكالة الفضاء الأوروبية. وجاء هذا الإقلاع بعد أقل من 40 ساعة من عودة طاقم آخر، ما يشكل تسارعا لوتيرة الرحلات في إطار تولي سبيس إكس دور الناقل لبعثات ناسا إلى محطة الفضاء الدولية. وسينضم رواد الفضاء الأربعة الذين تتألف منهم بعثة كرو 4 إلى طاقم آخر باتت عودتهم إلى الأرض قريبة بعدما مكثوا في المحطة 5 أشهر. اعتمدت أفريقيا الوسطى البيتكوين كعملة رسمية إلى جانب الفرنك الأفريقي، وشرعت استخدام العملة المشفرة. وذكر موقع متخصص في الاقتصاد أن أفريقيا الوسطى تعد أول دولة في أفريقيا تقدم على تلك الخطوة. وأقر نواب البرلمان قانونا ينظم العملية المشفرة في البلاد، وصادق عليه الرئيس فوستان أركيغ. وفي شهر سبتمبر الماضي اعتمدت السلفادور كأول دولة في العالم البيتكوين عملة قانونية. تذكير بأهم العناوين. وزارة الصحة تطلق خطة خماسية صحية. سيمينار تنويري لمدراء الضواحي ولجان القرى الجدد في جندة. تنظيم أسبوع طلاب الثقافي في عصبة. الاتحاد الأوروبي يضع استراتيجية ما بعد انتهاء كورونا. مقتل 8 في اشتباكات بمصنع للأسمنت في وسط المكسيك. إغلاق مركبة تابعة لشركة سبيس إكس حاملة طاقما جديدا. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.